تطرقت إلى بعض المحاور التي كنت أود أن أسألك فيها، منها ميزات وأسلوب الشعر الذي تميز به الشاعر أبي المعالي. ربما أشرت إلى شيء منه في الجواب. ذكرتم دكتور في بداية التحقيق أن هناك خلط في شخصية أبي المعالي بينه وبين الجد. نعم. أنه قاضي، كان قاضي القضاة كمان. فليتك بس تضيء جانب في هذا الخلط الذي ورد، وكيف حصل، يعني كيف حصل هذا الخلط بين الشخصيتين؟ يعني الخلط حصل باعتبار الاسم أولا، عبد الرؤوف وهو حفيد ابنه، يعني أبو المعالي هو عبد الرؤوف ابن الحسين ابن أحمد بن عبد الرؤوف، فبالتالي هو هناك ثمة خلط موجود من حيث الاسم. أيضا الفترة الزمنية كانت قريبة لأن بينهما يعني اسمان فقط، بن الحسين بن أحمد بينهما يعني اسمان. أيوة، فبالتالي كان الخلط حاضر. الأمر الآخر هو تغييب ديوان أبي المعالي، يعني السيد عبد الرؤوف قاضي القضاة نحن لا ننكر ربما كانت لديه نصوص شعرية لا أحد يعلم، ولكن لم نجد حتى الآن ما يقطع بنصوص شعرية تنتسب للجد قاضي القضاة عليهم رحمه ورضوان. وقاضي القضاة يعني أنا أستبعد أن نحن لا نعلم، ربما كانت لديه معاناة لكتابة الشعر ولكن لم يصل إلينا أي نص في ذلك. وأنا أستبعد يعني أن تكون يعني مسألة كونه شاعرا كانت غالبة عليه، لأنه كان قاضي القضاة في أوان، وكان ذا زعامة سياسية ودينية في البلاد. ولذلك عند وفاته في 2006 هجرية عليه رحمه الله أقيم له الحفل التأبيني الحاشد في المسجد المشهد في المنارتين، وألقيت فيه مجموعة من القصائد، ومن ضمنها ألقيت لأبي البحر وألقيت للسيد ماجد. فبالتالي لم يكن شخصية عادية قاضي القضاة الجد أبدا. فأنا أستبعد أن يكون ثمة شيء له ولم يوصل بشكل دقيق. نعم، بلحاظ أن مخطوطة ديوان أبي المعالي السيد عبد الرؤوف قد غابت عنا طيلة هذه المدة، نقول ربما هناك فقد فيما يتعلق بالجد، ولكن هذه المخطوطة بالنصوص الموجودة فيها حسمت الأمر بشكل نهائي أن هذه القصائد هي لأبي المعالي السيد عبد الرؤوف خصوصا، وأن صانع الديوان إنما صنعه تحت نظر السيد أحمد ابن أبي المعالي، وقد صرح بذلك الساري نفسه، صرح بذلك. فبالتالي لا يمكن لنا إذن إلا أن نثق كل الثقة في المخطوطة من حيث النسبة إلى أبي المعالي السيد الشريف عبد الرؤوف بن الحسين بن أحمد ابن عبد الرؤوف قاضي القضاة. هناك خلط وجدناه أيضا في مثل نسبة البنود بينهما. هناك خلط آخر في بعض القصائد غير واضح الأمر، ولكن في الأخير المخطوطة تقول إن هذه النصوص الشعرية هي لأبي المعالي عبد الرؤوف المتوفي في 1113 هجرية، وهو يكون حفيد ابن قاضي القضاة. جميل دكتور. إذا ما دام أشرنا إلى المخطوطة نفسها، سؤالي هو على مسار التحقيق، كيف تم اكتشاف ونشر هذه المخطوطة، وما هي التحديات التي واجهتكم أثناء عملية البحث والتوثيق والتحقق من صحة المخطوطة؟ في الواقع علاقتي بأبي المعالي ترجع إلى التسعينيات من القرن الماضي.
عبر عدة شغلات. إحدى الشغلات كنت أعلم عن ديوانه من خلال فهرس مخطوطات البحرين للدكتور علي أبا حسين، لأنه رصد عن الديوان وتكلم عن أماكن وجوده، مع وجود التباس وغموض في بعض النقاط عند الدكتور علي أبا حسين. مثلا كان يذكر ديوان هكذا العنوان: ديوان البحراني. ديوان البحراني من المقصود؟ فتبقى عندك الشغله انت لا تعلم من المقصود، واتى بها في ضمن عرضه لديوان ابي المعالي السيد عبد الرؤوف. انا اتذكر من ضمن البحث اضطررت لحسم الامر الى السفر الى البصره. كان مع اخي العزيز الشيخ محمد المكباس حفظه الله. ذهبنا الى البصره، وهناك لانه ذكر انه في المكتبه العباسيه، مكتبه باش اعيان في البصره، ذهبنا خصيصا الى تلك المكتبه. موجوده المكتبه؟ اي موجوده طبعا المكتبه. وهناك اطلعنا على المخطوط الذي كان يقصده بالعرض الدكتور علي أبا حسين، فكان لشاعر اخر ومن آل لطف الله، جد حفصي ايضا. طبعا هذه المدينه الطيبه بأهلها وناسها وتاريخها، هذه انتجت لنا اسماء وعباقره وعلماء لا يمكن حصرهم، وهذا ايضا من الجد حفصيين. طبعا طلعنا على الديوان، مخطوطه الديوان، وديوان ضخم جدا. هذا ديوان لطف الله ضخم للغايه، والان يشتغل عليه. طبعا قمنا بتصويره وكذا، لدي نسخته، ولكن يشتغل عليه تحقيقا اخي الشيخ محمد المكباس. يعني امل ان يخرج عن قريب ان شاء الله عز وجل. ايضا من ضمن الشغلات يعني معرفتي بأبي المعالي، كنت اعلم عن المقطوعه التي لديه في ذم احد العباد. هذه المقطوعه الخطيره جدا والتي استدعت الردود المتعدده عليه. فكانت هذه المقطوعه بين الفينة والاخرى محفزا لي على المتابعه. كيف اجدها؟ كيف اقع عليها هذه المقطوعه؟ كيف يمكنني الوصول اليها؟ ظلت المساله عندي معلقه. الى طبعا بعد ذلك ارتبط بدراسه ماجستير دكتوراه. بعد ان انهيت الدراسه توجهت مره اخرى، عدت الى ابي المعالي وظللت ابحث وافتش. علمت طبعا من خلال ابا حسين موجوده نسخه من الديوان في المتحف العراقي، مكتبه صدام سابقا، زين، في المتحف العراقي. حاولت الحصول على مصوره المخطوطه، استطعت الحصول على هو 3 أجزاء، حصلت على جزئين، الثالث كان خطأ، سلمونا صورة لمخطوط آخر بالخطأ، فلم أستطع الحصول عليها. بعد ذلك عرفت أن هذا الجزء الثالث موجود عند أخينا الحبيب الدكتور علي العريبي حفظه الله، فطلبته منه، فمباشرة سلمني إياه عندما علم بأنني أشتغل على تحقيق المخطوطة. في المسار نفسه أحيانا يعني تضطر إلى التوقف، ليس عن رضا وليس عن رغبة، ولكنك مجبر على ذلك، على التوقف. كيف؟ عندما حصلت على الأجزاء ال3 للمخطوطة هذه المصورة، وهي نقلا عن المخطوطة الأصلية، وجدت أن الناسخ قام بحذوفات. لم ترد النسخة الأصلية. أي حذوفات. هو ذكر، والرجل كان أمينا، الرجل قال أنا فيما معناه كلامه أنا لم أذكر هذه العبارات، هذه الأبيات، لأنها تخالف الذوق، تخدش الحياة، ما أدري شنو، كلام من هذا القبيل. طبعا يعني عندنا هذه مسألة خطيرة جدا تتعلق بعلم التحقيق أصلا وفن التحقيق. من سيعاني التحقيق
عليه أن يخرج النص المحقق كما هو بدون زيادة، بدون نقص، بدون تصرف، بدون كذا كذا إلى آخره. وإلا فعليه أن يدع المادة إلى من يستطيع ذلك. أما هو عليه أن ينكفئ وينسحب. أن تقول لي تخدش الأخلاق، ويا أخي ما هو كان في عصره، وهذا رجل ما كان رجلا عاديا، كان رجلا عالما فقيها، رجل كان يصلي الجمعة وله كتاب في خطب الجمعة أيضا هذا الرجل. فمن أنت كي تأتي وتعلم هذا الرجل بأن هذا مناسب أخلاقيا أو غير مناسب؟ لا يحق لك ذلك أصلا. أو أن تأتي مثلا تقول أنه يتعرض لكذا أو كذا أو كذا من الرموز من ما شنو من الحوادث، لا يحق لك أن تفعل ذلك. ما دمت لا تستطيع إخراج النص بما هو، عليك أن تبتعد عنه وتسلم النص إلى من يستطيع إخراجه كما هو. وبعد ذلك نعم أمانة نقل. ثم هذا هو تاريخنا. كيف نتصالح مع تاريخنا أصلا إن لم نقبل التاريخ بما هو، بما فيه، بكافة معطياته، سواء وافقنا على تلك المعطيات أو اختلفنا معها. نعم لك أن تنتقد، لك أن تختلف، لك أن تعارض، ولكن ليس لك أن تحرف لا حذفا، لأن حذف نوع من التحريف لأنه سيخل بالسياق أيضا. ليس لك أن تحرف لا حذفا ولا تصرفا في عبارات ولا تأويلا ظالما ومائلا وجانحا عن جادة الصواب. فبالتالي اضطررت إلى التوقف، لأنني وجدت أنني سأظلم أبا المعالي في تلك اللحظة. واصلت البحث والتفتيش، وأنا من طبيعتي في بين الفترة والأخرى أفتش في يعني المصادر التي تعنى بمثلا الفهارس للمخطوطات كذا. فوقعت على أن نسخة من ديوان أبي المعالي موجودة في القاهرة في معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية. وأخذت مباشرة الرقم، كنت عازما على الذهاب إلى القاهرة لاستخلاص النسخة، ولكن بعد ذلك علمت أن وفدا من العتبة العباسية المقدسة، نسأل الله الوصول لزيارة أهل البيت عليهم السلام، كان في زيارة إلى القاهرة لمتابعة شؤون المخطوطات. تواصلنا معهم عن طريق الإخوان، فحصلوا لنا مصورة المخطوطة وثم أوصلوها إلي مشكورين. بعد ذلك ذهبت أيضا بعد عام، تيسرت لي الأمور فذهبت خصيصا للتأكد مرة أخرى من وجود مصورة المخطوطة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية. ففعلا كانت هناك موجودة كذا على أساس لماذا؟ لكي أطمئن اطمئنانا تاما، لكي لا يكون لدي أي خلل فيما يتعلق بنتاج هذا الشاعر الكبير. بعد ذلك ذهبت لتفحص واقتفاء أثر المخطوطة في المكان الأصلي. المكان الأصلي كان في كلية الآداب في جامعة بغداد، ولكن للأسف الشديد فقدت المخطوطة من هناك، على الرغم أنهم في معهد المخطوطات أشاروا إلى أن المكان الأصلي هو هناك في كلية الآداب في جامعة بغداد. بعد 2000 سنة اللي يبدو من التسعينيات فقدت. لماذا؟ لأنني مع المتابعة التقيت بشخص كان يشتغل في المكتبة هناك، وأنا أيضا رصدت يعني وثائق سلمت